سيرجي جيجوريف شاب روسي قوي بيعيش في مدينة فيها مفاعل نووي لكنه عايش في كوخ صغير في قلب الغابة. سيرجي وهو طالع يصطاد الغزلان زي ما هو متعود كل يوم بيتفاجئ بأنثى دب بتهاجمه وكانت هتقتله. لكن وفي ردة فعل سريعة سيرجي طلع بندقيته ورقدها على الأرض الرقدة الأخيرة وطلع روحها للسماء. بس في نفس الوقت الأنثى المقتولة طلعت أم ومعاها دب صغير كان هيموت لو سيرجي سابه ومشي، عشان كده قرر إنه ينقذه ويتبناه ويحتفظ بيه كحيوان أليف معاه في بيته. والدنيا مشيت تمام والحياة كانت زبادي في الخلاط، بس فجأة بقى النهاية بتتحول لفيلم رعب حقيقي وعلى أرض الواقع. وسيرجي هيتعرض لهجوم بشع من دبه اللي وزنه نص طن وهياكله هو وكلابه. الدب هياكل اللحم كله بالجمجمة بالعين بالمناخير، وكمان هيطير له فروة راسه ودقنه لدرجة ان الجثة مش هيتبقى منها غير العظم حرفيا. طب ايه بقى اللي حول الدب من الشكل الكيوت اللطيف القمر ده للمنظر الشرس والعنيف والمدمر والصوت المرعب ده؟ وايه دخل اخوات سيرجي الاتنين بالحكاية دي اصلا؟ وكمان ايه حكاية ديمتري صاحبه؟ وليه الشرطة تقعد تدور على الدب يومين ولما يلاقوه هيعملوا فيه ايه؟ وكمان ايه الدور المهم اللي هيلعبه الكلب بتاع ماريا اخت سيرجي في الحكاية دي؟ لا ده احنا يلا بينا بقى من غير سسبنس كتير ندخل في المدعكة على طول ونتعرف على الدقائق الأخيرة المرعبة لسيرجي جيجوريف عندما هاجمه دبه الأليف. بس زي ما احنا متعودين صديق الإنسان قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش تبقى لشط. سيرجي جيجوريف مواطن روسي عايش في مدينة اسمها أوزريك، ودي تبقى مدينة روسية واتمنى أكون بنطق الاسم بتاعها صح. المدينة دي حصل فيها مشكلة أو إشعاع نووي زمان والسكان والخدمات هناك قليلة جدا. سيرجي بقى اتولد وكان عايش على أرض صغيرة على حدود الغابة هو وإخواته الاتنين البنت والولد، ولما إخواته كبروا مشوا من مدينة أوزيرك وراحوا لمدينة تانية فيها خدمات أكتر. البنت ماريا قررت إنها تدرس هناك علشان تبقى ممرضة، والولد كمان قرر يكمل دراسته علشان يشتغل ميكانيكي. اما بقى صاحبنا سيرجي فقرر انه مش هيمشي من المكان اللي اتولد فيه وما يعرفش غيره ابدا الا لما يموت. سيرجي كان راجل غابات من الطراز الرفيع وصياد من الدرجة الاولى وشخص واعر بالزاف. يعني كان بيطلع للغابة في الهواء الطلق ويسحب بندقيته ويروح يجيب اكله وصيده بنفسه كل يوم، وبعد كده بقى يرجع الاكل للبيت بتاعه ويطبخه وياكله. وفي اوقات الصيد بيكون كتير وكبير فبيبيع منه علشان ياخد فلوس، سواء بقى كان لحوم او حتى فرو. المهم انها كانت شغلانه بيحبها وشاطر فيها وبتكسبه لقمه عيش حلو. ومع الوقت سيرجي بقى من امهر الصيادين في روسيا كلها لانه بيقدر يتتبع الفرائس زي الحيوانات المفترسه بالظبط. يعني كان بيعرف امتى وفين يحط الفخ اللي بيجيب له حته غزاله محترمه. واللي كان بيساعده في عمليات الصيد دي اتنين من اصدقائه المخلصين ليه، والكلام هنا مش على بشر، لا دول كلبين. سيرجي في يوم من الايام لقى كلبين مهجورين في رحله من رحلاته في قلب الغابه، راح واخدهم وضمهم ليه ورباهم وقدم لهم الرعايه اللازمه. ومع الوقت هم كمان بقوا من اشطر كلاب الصيد في التتبع والهجوم على الحيوانات. وكأن سيرجي مع كلبينه بقوا فريق صيد متكامل ومتناغم جدا مع بعض. بس الكلبين دول مش هم بس الحيوانات الأليفة اللي عند المعلم الروسي، لا ده كمان كان عنده حيوان أليف غير عادي وغير طبيعي بالمرة. سيرجي كان بيربي دب بني مسميه فورين، ومعناه المتذمر او المتعصب او الغضبان واللي مش طايق نفسه. سنة 2016 يعني من 6 سنين فاتوا سيرجي كان طالع يوم صيد عادي زي ما هو متعود يعمل، واثناء الرحلة بقى بيتفاجئ بأنثى دب غضبانة في طريقه ومتجننة عليه على الاخر لانه دخل في قلب منطقتها. الأنثى كانت هتهاجمه وتقتله، لكن لأن سيرجي راجل غابات خبير فطلع بندقيته بسرعة ورشق لها طلقة في التوتة بتاعتها وطلقة تانية بين عينيها ورقدها على الأرض رقدة أبدية. بس قبل ما سيرجي يمشي من المكان سمع صوت طالع وجاي من قلب جوف في قلب صخرة، ولما قرب لقى 2 من أشبال الدببة الصغيرين جواه دياسم زي القمر. وديسم هو اسم شبل الدب أو صغير الدب. سيرجي عرف ان اللي قتلها دي تبقى امهم، علشان كده كانت هتهاجمه لانها افتكرته بيمثل تهديد على ابنائها. عشان كده حس بتأنيب الضمير وقال انا لو سبتهم هنا هيموتوا من الجوع او هتيجي حيوانات اكبر وتاكلهم، مش كفايه ان انا لسه قاتل امهم ومخليها سايحه في دمها قدامهم. عشان كده بقى سيرجي قرر انه هياخدهم معاه لبيته ويعتني بيهم ويربيهم. تقريبا كده المعلم كان فاكرهم كلاب زي اللي انقذهم زمان وبقوا دلوقتي بيصطادوا معاه. المهم ان سيرجي فعلا خدهم معاه وسمى واحد فيهم اسمه فورين واللي هو معناه المتذمر،
والتاني سماه كوساكا ومعناه العضاد، اللي هو يعني ما شاء الله فن اختيار الأسماء اللي زي الخرز، وربنا طبعا أعلم باللي في نيتي. سيرجي احتفظ بيهم لفترة في قفص عنده في حديقة بيته، وكان بيدور لهم على بيع علشان يجيب فلوس ويخلص منهم. وفعلا في ناس جت اشترت كوساكا وكانوا هيرجعوا ياخدوا فورين ويشتروه هو كمان، بس المعلم سيرجي بقى وقتها رفض بكل قوته، لانه اكتشف ان الناس دول بيستخدموا كوساكا كطعم حي لتدريب كلاب الصيد بتاعتهم، وده بيأذي الدب وبيسبب له اضرار كبيرة نفسية ومعنوية وجسدية. علشان كده حلف طلاق 3 ما هيفرط في فورين وهيخليه معاه في البيت وللأبد لحد ما واحد فيهم يموت. تقولش قلبه كان حاسس ولا ايه؟ ومن يوم ما سيرجي باع كوساكا واخوه فورين بقى مكتئب وحزين، لان الاتنين كانوا مع بعض على طول من يوم ما اتولدوا. اخوات سيرجي البنت والولد اللي اتكلمنا عنهم في بداية الحلقة كانوا بيزوروه في بيتهم القديم مرة كل 2-3 وكانوا بيتصلوا بيه على طول، وكانوا بيحذروه من طريقته الغريبة في العيش في قلب الأدغال، وإن حتى ده ممكن يتقبلوه. بس إزاي بقى يا سيرجي يا أخويا تجيب دب بري أنت قتلت أمه وفرقته عن أخوه وتربيه زي ما بتربي الكلاب عادي كده، خصوصا وإن الدب شكله مكتئب وبدأت تظهر عليه علامات العدوان وعدم الرضا، وإنه في الأول وفي الآخر طلع ولا نزل هو حيوان مفترس ومحدش يقدر يتوقع أو يتنبأ بتصرفاته وسلوكه. بس المعلم سيرجي بقى تجاهل كل التحذيرات دي وقال لهم فككم مني، أنا عارف أنا بعمل إيه. وخلى فورين معاه يقعد 2 وكان حر طليق في المكان كله وبينام معاه على سريره، وده اللي عوض فورين شوية بإحساس فقدان أخوه. بس بعد ال2 فورين كان بقى دب ضخم جدا، علشان كده سيرجي عمل له قفص وحبسه جواه لحد ما بقى كامل النمو تقريبا. بس الدب من وقتها بقى غضبان بالزاف ومكتئب أكتر من الأول لأنه بقى محبوس في قفص وما بيخرجش أبدا. وفي يوم سيرجي ربط فورين بسلسلة في رقبته وخرجه شوية، بس الدب مسك كلب من كلاب سيرجي واتعارك معاه عركة قوية وكبيرة قوي، ومن كتر ما العركة كانت فعلا قوية سيرجي اضطر انه يتدخل بنفسه ويفضها ويتعلم عليه. سيرجي اتضرب بخدش جامد على صدره من فورين، ومن يومها قال انا مش هخرج الدب ده من قفصه تاني ابدا. ومن وقتها كمان وبعد الحادثة دي وعيلة سيرجي قالوا انهم مش هيجيبوا عيالهم عنده لانه عنده حيوان مفترس وخطر. يوم 24 ديسمبر سنة 2018 كان يوم عادي وجميل والدنيا بتشتي والمطر جاب مكانه التلج زي كل شتاء قارس في روسيا. سيرجي كان ليه جار هو أقرب واحد ليه اسمه ديمتري، وديمتري كان متعود كل فترة يجي عند سيرجي علشان يشرب الشاي معاه ويطمن عليه. ديمتري لما زار صاحبه لاحظ ان الدب بتاعه بيتجول في القفص وهو محبط جدا وحزين، وقال لسيرجي الدب ده قرب يتجنن خلاص، لان الوقت ده من السنة هو وقت السبات الشتوي عند الدببة البنية، وغلط يا صاحبي انك تفضل حبسه بالشكل ده. ديمتري كمان قال له خد الدب ده للغابة ودور له على كهف هادي وسيبه هناك يعيش حياته الطبيعية. لكن كالعادة سيرجي ضرب بالتحذيرات دي كلها عرض الحائط ورفض التفريط في الدب بتاعه وفضل حبسه في قفصه. بس بعد ما ديمتري مشي بكام يوم سيرجي بقى بيبص لفورين كده وحس بتأنيب الضمير لأنه كان فعلا حابس الدب بتاعه فترة كبيرة، وقال أنا خلاص هخليه يخرج النهاردة بره القفص يمدد رجليه وإيديه شوية علشان يتخلص من التوتر الشتوي اللي بيعاني منه ومخليه غضبان على طول. وراح فعلا رابط السلسلة في طرف رقبة الدب ومشي بالطرف التاني بتاع السلسلة لقدام وربطه في عمود خشب كبير وفتح القفص علشان فورين يتمشى شوية في الأرض. بس الدب ده ما كانش عاوز كده أبدا، الدب كان عاوز يجري وينطلق ويدخل في قلب الغابة ويعيش حياته الطبيعية. الدب لما خرج ما قدرش يمشي غير 2-3 بالكتير، ولقى نفسه مربوط من الناحيتين ومش عارف يجري أو يتحرك بحرية. وقتها بقى اتجنن أكتر وبدأ يشد السلسلة بقوة علشان يكسرها ويحرر نفسه ويجري لقلب الأدغال زي ما غريزته بتقوله دلوقتي. العمود الخشب بدأ يتكسر فعلا بسبب قوة السحب من وحش وزنه نص طن، وكان خلاص العمود هيتدمر. وقتها الكلاب طلعت وقعدت تزعق في الدب، وسيرجي سمع الدوشة وخرج يجري بسرعة بره يشوف في ايه. نباح الكلاب وتر الدب اكتر من الاول، وكمان سيرجي مسك حديدة من الارض لقاها علشان يظبط العمود اللي اتكسر دلوقتي ويرجع بقى يحبس فورين من تاني وللابد. وقتها الدب بقى غريزيا ومن غير ما حتى يبص لف وراه وجري ناحية سيرجي وضربه بمخالبه ضربة قوية في صدره خلته ينهار ويقع على الارض، لانه ببساطة فتح له صدره على الناحيتين وطيره في الهواء. وعشان نعرف القوة بص كده لحجم ايد الدب جنب حجم الانسان عاملة ازاي، وانت وقتها هتتأكد وتعرف معنى انك تقابل دب غضبان وتقف في وشه ويعلم عليك. في اللحظة دي الكلاب قعدوا يزمجروا وينبحوا في وش الدب اكتر من الاول علشان يحموا صاحبهم البشري، لكن الكلبين هم كمان اتضربوا وواحد منهم اتقتل بضربة واحدة والتاني كان خد علقة موت وركن على جنب.
سيرجي في الوقت ده كان لسه عايش، بس ما كانش قادر ياخد أنفاسه لأن الضربة دمرت الرئتين بتوعه وعملية التنفس بقت شبه مستحيلة. فورين في الوقت ده ما بقاش شايف غير الدم، وكان بيدمر أي حاجة تقف في طريقه وكسر السلسلة والقفص. وسيرجي لسه زي ما هو على حطة ايده، يعني لسه باصص للسما ومرمي على الارض بيحاول ياخد اي اكسجين، ومش شايف اللي بيحصل دلوقتي، هو سامع الاصوات والضرب والصويت بس. الدب بعد ما قتل كلب من الاتنين وضرب التاني لحد ما قدر انه يهرب، رجع بقى حول كل اهتمامه لسيرجي وعذبه حرفيا. الدب فورين عض سيرجي من جمجمته وسحله على الارض، وخلع فروة راسه بالكامل وقطع جلده وبطنه في ثواني، لحد ما اتأكد ان خلاص سيرجي فارق الحياة وما بقاش فيه روح. وقتها بقى طلع يجري بره البيت وهرب للبرية علشان بعد حبسة طويلة اخيرا يشم هوا الحرية لأول مرة. بس الحرية دي ما دامتش كتير، لان الدب وصل لطريق مسدود وما كانش عارف يروح فين ويجي منين، ولانه عاش حياته كلها اسير ما كانش عارف حتى اكل الدببة في الشتاء بيتجاب منين. الدب فضل من غير اكل لمدة يومين تايه وجعان في الغابة، لحد ما قدر يرجع مرة تانية للبيت بتاع سيرجي. وقتها بقى ملقاش قدامه غير جثة سيرجي والكلب متجمدة، وهو ده الاكل الوحيد المتاح هنا، وفعلا كل الاتنين، لدرجة انه اكل العيون والمناخير وكل اللحم اللي في الجمجمة كله والجسم وساب العظم بس. كتر خيره والله، كان ياكله بالمرة. في الوقت ده كان اخوات سيرجي وصاحبه ديمتري بقالهم 3 ايام بيتصلوا بيه وهو ما بيردش. وقتها عرفوا ان في حاجة ولازم يروحوا له البيت علشان يطمنوا عليه. ماريا اخت سيرجي وصلت للبيت بتاعه مع الكلب بتاعها في نفس الوقت اللي كان فورين فيه موجود في المكان حر طليق في البيت، واكل جثة اخوها وكلبه. ماريا اول ما وصلت لقت الدنيا متكسره وفي دم على الارض البيضه من التلج، ووقتها مش عرفت بس لا دي اتاكدت ان في مصيبه حاصله في المكان دلوقتي. وبسرعه جدا رجعت العربيه بتاعتها ولقت الكلب بتاعها بينبح على الدب اللي طالع يجري ناحيتها، بس الكلب قدر يخليه يركز معاه هو، وماريا هربت بالعربيه وقدرت تروح لمركز الشرطه وتبلغ عن اللي حصل. الشرطه بقى لما وصلت للمكان ما لقوش الدب، وقعدوا يومين كاملين يدوروا عليه، واخيرا وبعد عذاب لقوه مستخبي بين الشجر وفي بقه جثة الكلب بتاع ماريا. وقتها ما فكروش ولا ترددوا لثانية، واطلقوا عليه النار وصفوه تماما لانه بقى خطر على كل السكان والحيوانات. ولحد النهارده بيت سيرجي لسه موجود في الغابة ومقفول زي ما هو، والعيلة رافضين يدخلوه او حتى يبيعوه. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش تبقى الاشهر. صديقي الانسان الجميل الحبوب، من وجهة نظرك بقى مين الغلطان في الحادثه بتاعت النهارده؟ يعني سيرجي غلطان لانه شاف نفسه خبره عن الكل وتجاهل التحذيرات وقال ان ده دب والاليف لحد ما اتقتل بطريقه بشعه، ولا الدب اللي غلطان لانه قتل وغدر بصاحبه مع ان دي غريزته وفطرته اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.